السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هنعمل طريقة عمل البسلة. هي أنا مخزناها عشان طبعا دي موسمها، ومع السبانخ كنت جايبهم مع بعض ومخزنيهم. ماشي، دلوقتي احنا حاطينها حلة وفيها ايه، زي ما عرفنا مع بعض خلاص اتعودنا، حاطة فيها حتتين دهن كده بينزلوا السمنة بتاعتهم. بعدين هنحط عليهم معلقة سمنة كريستال. هنشوف احنا مع بعض هنعمل ايه. يبقى هنسيب الأول السمنة كده الدهنة تتجلى مع بعض، يبقى لونها ذهبي شويه. هي اللي منزله السمنه دي يا جماعه على فكره، وبتبقى ريحتها حلوه ما شاء الله، يعني مش تجرفوا منها ولا كده. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، حطينا معلقتين سمنه كريستال اللي هي الصفرة، وهننزل عليهم كده بالبصله. ماشي، هنجلي البصله لما لونها شويه يتغير، تدخل كده في الذهب. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهو بنجلي في البصله. ماشي خلاص اهي جربت تاخد لون ذهبي بسيط. ماشي. يا جماعه البسله ازاي بتتخزن؟ طبعا انتوا اكيد عارفين وشطار وكده، بس برضو هنقول كده مع بعض. احنا بنجيبها بنفرفتها، بس تنجي مثلا اللي بيبقى لونها اخضر، مش اللي تبقى تبقى مثلا دبلانه ولا لونها غامق لبسلية وكده، يعني غامقه ولا كده. لا، نجي اللي لونها يكون اخضر كده ولونها حلو. يعني ما تيجي نجي البسله الخضره الحلوه. ماشي. وانا بصراحه بفتح واحده وادوقها اشوفها مسكره ولا لا. تمام. وبعد كده بتحطي ميه على النار، لسه بدها تنمل كده، يعني يا دوب لسه بدها تغلي، بتروحي نازله بالبسله. ما فيش 3 دقايق بتروحي شايلاها وشطفها بشويه ميه بارده ومعبيها عادي في اكياسات لما تبرد، وخلاص كده. كده احنا هنحط فصين توم بس بالعدد على البصله. البسله يعني مش مستحب فيها التوم جو، غير الكوسه، غير اللوبيا، الفاصوليا، البطاطس، في حاجات يعني بتحب التوم يبقى كتير. هي هنحط لها فصين 2. ماشي. يعني كده الفصين دول فصين بالعدد، دي هنحط الفصين دول. ودي طماطم يا حبايبي انا ضربتها في الخلاط وصفيتها ماشي من التفل بتاعها اهي. دي نص شفشف. ماشي. وهنسيبها بقى لما تتسبك، وبرضو هنشوف مع بعض ان شاء الله. وهنحط لها يا حبايبي طبعا عشان تبقى مسكره وحلوه معانا، زي ما احنا برضو تعودنا، ذره من من السكر. وخصوصا ان البسله بتديها سكاره اكتر. هنحط لها كمان واحده مرقه. ماشي اهي، واحده مرقويه اهي. هنسيبها بقى لما تتسبك خالص، وهنشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، دي البسله اللي انا مخزناها. ومش تيجوا تخزنوا يا حبايبي البسله في الاول، لا بتنشف، لازم تخزنوها في الاول. ماشي، في اول الشتاء اول ما تطلع. اما لو جيتي في الاخر هتبص تلاقيها نشفت، مش هتبقى حلوه معاكي. فانتي في الاول تخزنيها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، شوفوا لونها ما شاء الله. انا طبعا غسلتها من التلج، لان كنت لسه مطلعوها يعني مسيبه تدفيك، فغسلتها حلو من التلج. في حاجات بنغسلها من التلج، الزبانخ طبعا مش تنفع، اما البسله بتنفع عادي. شوفوا لونها ما شاء الله، لاني بديها فورتين 2 على النار. ما باجي اخزنها يا دوب الميه تنمل كده، واحط البسله يا دوب بدها تفور بقطفي على طول، مش بسيبها. تمام. فهنحطها دلوقتي على الصلصه، هي خلاص اتسبكت. ماشي. وهنحط عليها الشوربه. ماشي. بسم الله. نحاول ان احنا مش ناخد البصل، مش ناخد الطماطم، مش ناخد حاجه خالص، يعني ناخد الشوربه كده بس. تمام اهو. بس خلاص كده احنا هنسيبها بقى ونشوفها لما تغلي كده مع بعض. هنظبط الحدج بتاعها، هنظبط الحدج. ماشي. ونسيبها بقى لما تستوي، مش بتاخد سوا يعني على النار. هنحط لها كمان شويه شوربه اهو. يا حبايبي اللي عايز يحط فلفل احمر يحط. انا صراحه مش بحب الفلفل الاحمر، مش عارفه بجرف منه ليه صراحه يعني. فاللي عايز يحط، بيحب يحط فلفل احمر في الطبيخ، يبقى يحط، مفيش مشكله. ماشي. خلاص كده يا حبايبي البسله كده استوت اهي، زي ما انتوا شايفين كده اهي. اهي ما شاء الله. وبألف هنا وشفا للي هياكل يا رب. وخلاص كده اهي، احنا غرفنا كده الاكل والحمد لله. اهو البسله اهي،
يا رب تكون عجبتكم الطريقة، سهلة وبسيطة زي اي ست بيت بتعملها. ماشي، يا رب تكون عجبتكم. والرز اهو بشعرية زي كل مرة، وادي الشوربة. وطبعا انا مش بحب البسلة، انا هاكل النهاردة رز وشوربة. تمام. وبس بألف هنا وشفا للي هياكل. طبعا ولادي بيحبوها يعني، فبألف هنا وشفا للي هياكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.